عاجل استقالة إدارة الجيش الملكي. اش وقع الإخوان؟ القبض على جمهورة الجيش الملكي. كلشي كيسول على شنو واقع وشنو طاري. من بعد ما كان الجيش الملكي كيرعب الخصوم ولا طعم ساهل بالنسبة للفرق الأخرى. واش المشكل في المدرب ولا في الإدارة ولا في الجمهور؟ أنا الكوتش عماد، اليوم غادي نهضروا على عدة حقائق اللي خاص الجمهور الملكي يعرفها، وما نبقاوش ندرقوا الشمس بالغربال. خليك معايا. سلام الله عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير، كنتمنى تكونوا مزيان. اول حاجه قبل ما نبدا كنبغي نطلب من الناس اللي مازال ما متشاركينش في القناه انهم يفعلوا الجرس ويشاركوا في القناه باش نكبروا القناه ديالنا وتكون ان شاء الله باذن الله الصوت ديال الجماهير العسكريه. خلينا نبداو. الجمهور العسكري كيقول باللي لا قدر الله وجا شي اخفاق على الاخوان، وهادشي اللي ما بغيناش، ولكن الا جا فخاص استقاله جماعيه، ماشي حيتاش جبنا لاعبين وخسرنا الفلوس، ولكن اكثر من هذا الاخوان هو ان بزاف ديال الفرق المنافسه على الالقاب ضعف منا وضعيفه بزاف، ونقدروا نقولوا بلي الفريق العسكري هو اللي صعب البطولات عليه وصعبها اكثر من القياس. ولهذا باش ما نقولش كل شيء، اغلبيه الجماهير العسكريه كتقول باللي لا قدر الله وما شاء وجا شي اخفاق وما دينا والو فخاص استقاله جماعيه اليوم قبل غدا. فريق الزعيم نادي المغاربه الاخوان محقور من طرف التحكيم. كلشي عارف بلي كيكون ماتش في المباشر وماتش ماشي مباشر، واللي هو كيكون من مور الكواليس، وطبعا هذه حقيقه وكلشي كيعرفها. واللي كيكون عنده نفوذ اكثر كيكون اقوى في الساحه، هذا جزء من اللعبه الاخوان وكيكون في الخفاء. اداره الجيش الملكي الاخوان نقدر نقولوا بانها ضعيفه في الكولاسه وضعيفه في هذا البلان اللي على بالي وبالكم. اداره الجيش الملكي الاخوان كتخرج ببلاغات وكتحتج على التحكيم، ولكن شنو الاستفاده من مثل هذه البلاغات؟ فاللي خاصها تعرف الاداره الا ما كانتش في العلم ديالها هو ان ملي كيكثروا بحال هاد البلانات فكتقوم بعمل فيديو وكتصيفطوا للكاف، وتقدر تكبر الموضوع وتصيفطوا حتى للطاس. كيقول لك واحد المثال: كبر هاد الصغار باش يبقاو يضربوا لك حساب والف حساب. ولكن الاخوان انتم عارفين وانا عارف، الخوت الجمهور العسكري من بين اكثر الفرق اللي كيتشدوا فيه الدراري، والموقف ديالي ثابت في هذا البلان وديما كنقولها وغادي نعاود نقول: الحريه للجماهير البريئه اللي ما كدير والو واللي تثبت في حقه شي بلان، فالقانون كاين في البلاد، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. الخوت ونصيحه الخوت، قبل ما دير اي حاجه فكر في الوالدين، فكر في مستقبلك، وفكر وفهم باللي الصداع سهل وتقدر دير اي حاجه بسهوله، ولكن داكشي اللي كيجي من مور الصداع صعيب بزاف. وهذه نصيحه للشباب، نصيحه لخوتي، سواء كنتي قدي، سواء كنتي صغر مني، سواء كنتي كبر مني، صلي، تريني، قرا الكتب وقرا القران، وعى في افكارك، كن انسان مختلف، كن انسان واعي، كن راجل واعي، وكن رجولي، حيت الرجوله ما جاتش بالقباحه، حيت القباحه كتادي لجوج ديال الحوايج لا ثالث لهما، كتادي بك للسجن وكتادي بك للموت والهلاك. كلشي كيسول الاخوان على فين كاين الخلل. بالله عليكم واش مازال ما عرفتوش الخلل فين؟ اخوان هذه حقيقه وخصنا نتقبلوها رجاء. الخلل كاين فينا، علاش بسهوله حنا ما متحدينش وما متفقينش. جمهورنا صعيب الاخوان، صعيب بزاف، وهذه حقيقه. اغلبيه منا كيفكروا في مصلحتهم الشخصيه وما كيفكروش في العامه. ودير في بالك نهار توحد الكورف هادشي وما يبقاوش فيها المشاكل غيتوحد الجمهور الملكي، ونهار يتوحد الجمهور الملكي غتقاد الفرقه وترجع لتاريخها وترجع لايامها ونعودوا لمنصات التتويج. رجاء الاخوان ما ندرقوش الشمس بالغربال نهائيا، نكونوا واقعيين ونعرفوا باللي فين كاين الخلل. تحياتي لكم الاخوان، عاش الزعيم، عاش الملكي. الحريه للجماهير العسكريه الوفيه والبريئه، الحريه لابناء المدرج والكابوات، كنتمنى لهم الفرج باذن الله سبحانه وتعالى، وتكون غمامه ودايزه كيف ما دازوا بزاف ديال الغمامات. عاش الزعيم ولا عاش من خانه.